السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في قناتكم وقناتي حلويات هند. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فقاس منمر ومنسم بالكاكاو والفاني. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها. قبل ما ندوزو المقادير كنبغي دائما نشكركم، شكرا لكم على التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا في فيديوهات سابقه لهلا يخطيكم. كنرحب بالناس الجداد اللي التحقوا بالقناه، كنقول لكم مرحبا بكم معايا، وحتى الناس القدام اللي كانوا معايا منذ بداية القناة، شكرا لكم على التشجيع ديالكم الدائم لهنا يخطيكم. وتحت طلب ديال بزاف ديال الاخوات، فحطيت الفقاس المنمر في ستوري وقالوا لي ضروري تشاركيه معنا بطريقتك. فكنقول لهم راه كاين بزاف في المواقع التواصل كيقولوا لي لا غير شاركيه معنا، وعطينا جميع النصائح باش ينجح معنا من المره الاولى. فضروري خصني نصوروا معاكم وندوزو مباشرة للطريقة والمقادير. خليكم معايا وتابعوا الفيديو للآخر. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو فيه، عندي هنايا واحد كيلو 500 غرام ديال الدقيق اللي غربلته من قبل، عندي كاس ديال الحليب، عندي 2 كيسان ديال السكر سنيده، 2 كيسان ديال الزيت، عندي 2 ساشيات ديال الكاكاو وشويه الكاكاو ديال العبار، عندي 3 ديال الحلويات كل وحده فيها 7 غرام، عندي 4 ديال الفاني حتى ل3، عندي 7 ديال البيضات، وواحد زليفه ديال اللوز للتزيين، واحد 4 كاس ديال الحليب حتى هو غادي نزينو به في الاخر. بالنسبه للبيضه البنات غادي ناخذ 6 ديال البيضات واصفر بيضه، والابيض غادي نحتفظ به حتى الاخر باش نلصق به الفقاس ديالنا. بالنسبه للوز، هنايا اللوز راه عندي اللوز اللي كيكون مفسخ صافي، وغادي ناخذ القبيصه ديال الملحه راه درتها في الهاشوار هي الاولى. كما عودتكم فانا دائما كنطحن الفقاس ديالي باش كيجي يعني مخرج وكيجي محلول، كيجي زوين بزاف. بالنسبه لسنيده خصنا ناخذ سنيده اللي كتكون رقيقه، وغادي نضيف حتى الفاني باش الفاني ما تبقاش ليا دوك النقيطات في الفقاس، خصها تطحن حتى هي مزيان، تخلط مزيان مع المقادير. الا عندنا الفاني السائله ممكن اننا نديرو الفاني السائله، غير انا كندير هذه اللي فيها سكر سنيده لان كتساعدني على الفقاس انه يجيني محمر، كيجي واحد اللون مذهب وكتعطي فيه حتى الريحه ديال الفاني. حتى السائله راه مزيانه، الا عندكم السائله ديروها، غير انا كما قلت لكم كتساعدني هاد الفاني باش كيجيني الفقاس اللون ديالو محمر. صافي البنات ما نخلطوش بزاف، المهم كنخلطوه حتى ما كتبقاش تبان لينا دوك الحبيبات ديال سنيده في سباتولا. بالنسبه للبنات المبتدئات فيديروا هاد الطريقه بحال هكا، دخلوا واحد المعلقه وشوفوا الا بانت لكم السنيده ما كايناش نهائيا في المعلقه، فعرفوا ان راه هاد الفقاس هذا راه تخلط، يعني بلا ما نزيدو نخلطوه بزاف. صافي كنضيفوا هنايا الحليب، كاس ديال الحليب اللي كيكون عامر، دائما الكيسان ديال العنبه، و2 كيسان ديال الزيت. صافي كنخلط غير شويه حتى كيتخلطوا ليا المقادير كاملين، صافي وكنحبس التخلاط. صافي كما قلت لكم هنايا راه خلطت 2 ديال المرات كما كتشوفوا معايا، وغادي نجيبوا واحد الاناء اللي كيكون كبير باش نخلطوا فيه هاد العجين هادي، باش كنلقاو راحتنا كيفاش نعجنوا، يعني نلقاو اتساع فاش نعجنوا. صافي هنايا كنخوي داك الخليط اللي طحنت مزيان كما كتشوفوا معايا، يعني راه طحن كلشي، المقادير كاملين طحنوا. صافي كنحاول انني نديرو في القصريه بحال هكا، وغادي ناخذ واحد نص كيلو ديال الدقيق غادي نضيفوه هو الاول، هو اللي غادي نخلط به هذا الخليط، وغادي نضيفو 3 ديال الخميره ديال الحلويات. من الاحسن اننا نديرو نوعيه اللي كتكون مزيانه، ما نديروش شي نوعيه اخرى، ما نديروش الخميره ديال الحلويات اللي كتكون ديال العبار، خصوصا بالبنات المبتدئات باش ما يطرطقش لكم الفقاس، لان هذا الفقاس هذا كيجي زوين بزاف، العجينه ديالو ناجحه وزوين بزاف، تقدروا تخدموا به كاع الانواع ديال الفقاس اللي كيكونوا فيهم اللوز، اللي كيكون فيهم الكركاع. يعني انا راه عندي هاد الطريقه هذه معتمده، كندير فيه اللوز والكركاع، يعني ما كيتهرس ما والو. هاد الفقاس هذا يعني العجينه ديالو زوينه بزاف وكتسهل علينا الخدمه وما كيتهرش حتى في التقطاع. صافي كما كتشوفوا معايا درت نص كيلو ديال الدقيق، غير تتولي لي العجين بحال الخليط ديال الكيك، ولا يعني كتكون باقا يعني خفيفه بزاف.
فكناخذ واحد الزليفه كنحتفظ بها حتى الاخر، وداكشي اللي بقى ليا ديال الدقيق كنجمع به الفقاس عادي. العجينه تكون ما قاصحاش باش ما تهرش لينا في الفران، وما تكونش رطبه بزاف كتلصق في اليدين، يعني عجينه عاديه. كنجيب هذيك الزليفه اللي خليت في الاول، كنجيبها كنخويها في واحد القصريه كما كتشوفوا معايا، وغادي نكمل الكميه اللي بقات ليا ديال الدقيق، وغادي نزيد الكاكاو، وغادي نجمع ديك العجينه حتى تولي ليا واحد العجين اللي كتكون كحله، اللي كتكون منسمه بالكاكاو. صافي ملي غادي تجمع غادي نبقى نزيد الدقيق حتى كتجمع عجينه عاديه حتى هي، يعني بحال العجينه اللي كتكون منسمه بالفاني. صافي وغادي نديرها على شكل 4 ديال الكرات، عفوا 3 ديال الكرات، 3 يعني 3 كبار وثلاثة صغار. بالنسبه للدقيق البنات راه كنضيف الدقيق عيم من التحت، ما تضيفوش الدقيق من الفوق. وبالنسبه للبنات المبتدئات حاولوا انكم تفرشوا غير الوريقه صافي وتخدموا عليها بلا ما ديروا الدقيق باش ما يتعزلش لكم اللوز على العجين، باش ما تكثروش الدقيق. غادي نعاونوا غير بابي كويسون بحال هكا، غادي نفرشوه وغادي نسرحوا فيه العجينه. صافي كما كتشوفوا معايا هذيك العجينه اللي كتكون منسمه بالكاكاو، وما غاديش نكثروا بياض البيض، غنديروا واحد المسحه خفيفه باش ما يبانش لينا البياض البيض لداخل. صافي البنات غادي نمسحوا غير شويه صافي، وغادي ندهنوا داك البياض البيض ونبداو نستفوا هذوك اللويزات ديالنا. بالنسبه للوز غادي نهضر لكم شويه على اللوز خصو يكون كبير، ياك يكون اللوز ديال التخضر، يعني داك الكبير اللي كنزينوا به المريقه ديالنا ولا اللي كنزينوا به. ما يكونش اللوز البلدي الرقيق، يكون اللوز كبير. غادي نخويو عليه الماء طيب وما نخليوه ليه يغلي، ما نخليوهش في الماء طيب باش ما يطرطقش لينا الفقاس وباش يطيب لينا بسهوله. منين نديروه في الفران، منين نديروه في الفقاس دغيا يطيب لينا. صافي البنات غنخويو عليه الماء طيب وغادي نحيدوه في البلاصه، غادي نديروه في واحد الصفايه نصفيوه مزيان ونفسخوه في البلاصه صافي، ونخليوه ينشف شويه واحد الساعه ولا ساعتين صافي ونبداو نخدموا به. بالنسبه للعجينه البنات شوفوا كما كتشوفوا معايا راني سرحت العجين اللي كتكون منسمه بالكاكاو وستفت فيها هذوك اللويزات وحده حدا وحده، يعني ما كنخليوش لي سباس بيناتهم. صافي وغادي نسدو عليها بالعجينه وكنحاولوا نوركو بصبعنا بحال هكا باش كاع داك الهواء اللي كيكون في الجناب والهواء اللي كيكون بين اللوزه واللوزه كيتحيد. ومني نبغيو نقطعو نبعدو شويه عاد نقطعو باش كتجينا ديك العوينه مجبده، يعني كتجي ديك العوينه بحال ديال النمر بهذه الطريقه بحال هكا. صافي البنات كنحاول انني نخلي شويه العجينه كما كتشوفوا معايا، راه بقات العجينه شايطه، يعني راه واخا كاينين اللويزات كتبقى العجينه شويه شايطه. صافي غاد الاشرطه هادو غادي نوجد منهم كل بودان غادي ندير ليه 4 ديال الاشرطه. صافي غادي كل بودان بيض غادي ندير ليه 4 الاشرطه كحلين. نتمنى انكم تكونوا فهمتوني. صافي بهذه الطريقه بحال هكا يعني كنمشي حتى كنكمل كلشي. كنحاول انني ندير دوك اللويزات بهذه الطريقه بحال هكا صافي، وكنحيد داك الزائد ديال العجينه وكنستفهم في واحد البلاطو حتى الاخر، وعاد كنسرح العجينه البيضه كما كتشوفوا معايا، وكنجيب هذاك البودان اللي كيكون عامر باللوز كندهن بالابيض البيضه، كندهن وكنحط هذاك البودان وكنحاول انني نسد كما كتشوفوا في الفيديو. واخا كيتهرس لينا بحال هكا فكنعاودو نسوديوه بحال هكا، كنديرو غير اللوزه مع اللوزه وكنحاولوا اننا نسدو بهذه الطريقه بحال هكا باش ما تبانش لينا العجينه اللي كتكون كحله، يبقى يبان لينا غير العجين بحال هكا. صافي البنات راه كنوريكم العجين، كنقول لكم يعني العجينه راه كتلعبوا بها كما بغيتو. فاي عجين كتكون بالحليب يعني كتكون سهله في الخدمه، حتى الفقاس اللي كنديروا فيه اللوز والكركاع فكتجينا هاد العجينه هذه دائما سهله في الخدمه ديالها، يعني سهله في العجينه ديالها وسهله حتى في التقطاع ديال الفقاس، يعني ما كتهرس ما والو. فعجينه زوينه زوينه بزاف، فانا دائما معتمده عندي وكتخرج ليا كميه ديال الفقاس اللي هي مهمه لانني كندخل فيها كيلو ونص ديال الدقيق. صافي البنات هنايا كنحاول انني نتقل الفيديو باش البنات المبتدئات اللي بغاو يجربوه ان شاء الله باش ينجح معاهم، ونتمنى ان جميع النصائح اللي قلت لهم يطبقوهم وراه غادي ينجح معاهم بكل سهوله.
كيبغي هو غير شويه ديال الخطر باش كتعطينا في الاخر واحد النتيجه اللي زوينه بزاف. صافي البنات كنحاول انني ندير الابيض البيض، راه تقلت الفيديو باش كيبان مزيان. كنحاولوا اننا نديروا الابيض البيض، هذيك البيضه راه كتكفينا لكل شيء. صافي وكنحاول انني نضغط بهذه الطريقه بحال هكا. شتي الورقه البنات راه كتعاون في الخدمه، ممكن اننا نديرو حتى البلاستيك الغذائي نخدموا به بهذه الطريقه بحال هكا. صافي وكنحاولوا اننا نثبتوا هذاك الكحل، يعني هذاك البودان الكحل كنحاولوا اننا نديروه فوق البيض وكنلويو حتى كنديروا الاشرطه بربعه بهم بهذه الطريقه بحال هكا. كنثبتوا هذاك الشريط اللي كيكون عامر باللوز كنثبتوه فوق العجينه البيضاء. صافي وكنحاولوا اننا نسدو بهذه الطريقه بحال هكا، ونحاولوا كما قلت لكم بلا ما نديروا الدقيق باش ما يتعزلش لينا اللوز على العجين، لان الدقيق كما كتعرفوا راه يعني راه كيعزل العجينه بين العجينه والعجينه. نحاولوا اننا نديروا على الورقه من الاحسن. صافي كيبقى لي اخر شريط هو هذا، فدرتهم كاملين، كل بودان درت فيه 4 ديال الاشرطه. بالنسبه للبودان صافي راني ساليتهم وحاولت اني نورك عليهم باش كيخرج اي هو كيكون، ونخليوهم هكا واقفين ما نضغطوهم ما والو باش كتجينا في التقطيعه زوينين. صافي كنحاول انني داك العيب اللي كيكون لتحت اللي كنسدوه بيدينا كنحاولوا اننا نحطوه لتحت. صافي وكنتكوهم بالشوكه كاملين، ضروري نتكوهم باش ما يتفرقعش لينا الفقاس في الفران، وكندهنوه بالحليب. صافي البنات وكنكونوا هنايا سالينا الخدمه ديالو. بالنسبه للفران البنات غادي نشعلوه، غادي نخليوه بحال الشمعه، يعني الفران يكون ناقص لاقصى درجه، وغادي نحطوا الطاوه في الفوق، يعني ما نحطوهاش على القصديره النيشان باش ما كيتفرقعش الفقاس. كنخليوها بعيده على العافيه وكنخليو المده ديال ساعه، كنساو في الفران حتى كيتشمع، عاد كنخرجوه. صافي وكنجيبوا واحد الكيطوغ وكنبداو نقطعو. بالنسبه للتقطاع غادي نقطعوه من بعد ساعه. ملي كيخرج من الفران كنغطيوه بواحد السربيته اللي كتكون فازقه وكنخليوه مده ديال ساعه ولا حتى 3 ساعات. مهم حتى كتساليو وكتمشيو كتقطعوه راه كيتقطع بكل سهوله. بالنسبه للتقطاع البنات نحاولوا اننا نديرو كيطوغ اللي كيكونوا هكا فيهم دوك الميسات ديالهم، يعني كنديروا واحد الميس اللي كيكون جديد، ضروري نقطعوه بالكيطوغ لان السكين العادي فكيكرفص لينا الفقاس، وحنايا بغينا الفقاس اللي يبقى لينا مقاد، يعني ما يتهرس ما حتى شي حاجه، يبقى الفينيسيو ديالو تكون زوينه كما كتشوفوا معايا. يعني الكيطوغ كيقطعوا تقطيعه اللي هي نقيه، يعني ما كيتهرس من الجناب ما والو، وبكل سهوله كيتقطعوا دوك اللوزات اللي لداخل لانهم كيكونوا مفزقين بالماء الطايب كما قلت لكم. فيعني دغيا دغيا كيتقطع بكل سهوله. من الاحسن اننا ما نديروش السكين عادي، ضروري من الكيطوغ. صافي البنات هانتوما كما كتشوفوا معايا يعني العجين ديالو راه كتكون ناجحه وزوينه بزاف وكنقطعوها بكل سهوله، يعني ما كيخليش لينا قصور نهائيا، ما عدا كيكون واحد الجنب من هنا وواحد الجنب من هنا. صافي والطبقي كله كنقطعوه، يعني ما كيتهرس ما حتى شي حاجه. بالنسبه الى تشقق لكم شي شويه راه فملي كتغطيوه بالسربيته اللي كتكون فازقه كيعاود يتسد عاوتاني، راه كنوريكم يعني حتى الى تحل شي شويه من الفوق ماشي مشكل، فكنقطعوه بكل سهوله يعني عادي. وبالنسبه للعجين ديالو راه زوينه بزاف، يعني دغيا دغيا كتشمع مده ديال ساعه، فكيتشمع ملي تشوفوه قديتوا انكم تهزوه صافي طفاو عليه. كنوريكم حتى الكسور، يعني راه كاين غير هاد الجنب وهاد الجنب صافي، والطبقي كله راه قطعته. هنايا راه دخلته للفران ملي كتحسوا بانه بدا كيذهب جبدوه وقلبوه بيديكم كامل. عرفتي علاش البنات؟ باش مني كيطيب الفقاص وكتشدوها في يديكم، يعني ملي كتبغيو تاكلوا الفقاصه خص تجي بحال هاد اللون اللي كيكون هنايا، بحال اللون اللي كيكون اللور ديال الفقاصه. صافي البنات خصكم تقلبوه كله بيديكم وتردوه للفران وتبقاو تلعبوا به بحال هكا، يعني حتى كياخذ واحد اللون اللي كيكون ذهبي وزوين بزاف. راه التصوير ما عطاهش حقه، يعني كتبان اللوزه بحال راه باقا طيباش ولكن هو راه محمر. نتوما غتحضيو غير اللوزه، ملي تشوفوا اللوزه تحمرات عرفوا راه الفقاس حتى هو طاب من الداخل.
صافي. وكما قلت لكم البنات حتى هذاك الفاني راه كيعطيه واحد التحميره زوينه زوينه بزاف. المذاق ديالو كيجي فيه ريحه الفاني، حتى في التحميره كيجي زوين، يعني واحد اللوين زوين بزاف. غير ما كيبانش في الفيديو، ما بانش مزيان، ولكن راه يعني جا زوين بزاف ومقرمش، وفيه ديك النسمه ديال الكاكاو مع الفاني، يعني راه جا بنين بزاف. وحتى الا شاط لينا شويه ديال العجين اللي يعني ما قدرناش اننا نديرو ليه الكاكاو كامل، ممكن اننا نديرو ليه البيض البيض ونديرو فيه اللوز، كيجي واحد الفقاس اللي كيكون منسم بالفاني، فحتى هو كيجي واعر، يعني كيجي زوين بزاف المذاق ديالو. وهذا الشيء اللي كاين البنات، نتمنى ان نكون فدتكم وقلت لكم جميع الاسرار ان شاء الله باش ينجح معكم. وسمحوا لي الفيديو جا طويل بزاف، ولكن ضروري خصني نشرح فيه كل شيء. بالنسبه للبنات كما كتعرفوا راه الفيديوهات ديالي كلهم فكيكونوا خاصين غير الناس اللي كيكونوا مبتدئات. هذاك الشيء علاش خصني ضروري نشرح كل شيء، باش ان شاء الله الوصفه يجربوها تنجح معاهم من المره الاولى ويتبعوني دائما. هادشي اللي كاين البنات. نتمنى ان الوصفات اللي كنشارك معكم يعجبوكم وتجربوهم. وبلا ما نطول عليكم، الى عجبكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش تبارطاجيو مع الاهل ديالكم والاحباب باش كتعم الفائده وكتزيدوا تشجعوني ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو جديد. بسلام عليكم.